فيلمنا بيبدأ مع مشاهد عسلية قرر انه يدوس لايك وشير، وده طبعا بحبه لفعل الخير. خليك معايا للنهاية عشان تفهم الحكاية. فيلمنا بيبدأ يا زميلي سنة 50 قبل الميلاد، وقتها كل بلاد الغال تحت الاحتلال الروماني ما عدا قرية صغيرة جدا. الرومان بيخافوا يقربوا منها لأن أهل القرية دي أقوياء جدا طبعا. وبنقابل ستريكس أبو ريشة على راسه وصديقه أوبليكس أبو بنطلون بهلوان، وبيقابلوا جوز عساكر الرومان. والواد ستريكس أبو ريشة على راسه دواتي بياخد جرعة سحرية كده بتخليه زي سوبرمان بيعمل معاهم الجلاشه حرفيا. اتاري ايه يا صاحبي بقى؟ اتاري اهل القريه دول بيقدروا يعملوا جرعات سحريه كتير بتخليهم زي سوبرمان كده كلهم، فعشان كده الرومان مش قادرين يهربوا منهم. وبيرجعوا تاني القريه اللي عايشين فيها بسلام فشخ، وبنلاقي عربيه كارو كده اقتحمت القريه، وبينزل منها ابن عمهم اللي كان عايش معاهم قبل كده، ويسافر هو وعمه للصين. بينزل منها اميره الصين واسمها ساسي بنت امبراطوره الصين، ومعاها الحارسه الشخصيه بتاعتها كاراتيه. لا يا صاحبي انا ما بتريقش، هي اسمها كده كاراتيه، انا ماليش دعوه يا زميلي. وستريكس اول ما بيشوف الاميره يا زميلي بيعجب بيها جدا لدرجه ان جناحه بريش على بيفرفر كده عايز يطير. الواد ابن عمه كده بيبص له بيقول له انسى الحوار ده يا زميلي، الاميره دي تخصني لان انا والاميره منتمين على وش جواز. وبنرجع فلاش باك لقصه الاميره يا صاحبي، وبنلاقي ان ابوها متوفي وامها بتحكم 6 مقاطعات الصين بالعافيه، وحابسه الاميره جوه القصر بتاعها لغايه لما عمرها بقى 20 سنه 20 سنه محبوسه. طبعا بتحاول تحيلها كده بالهدايا لدرجه انها طبعت صورتها على العمله بتاعه الصين. ايه الاميره بقى بتقول لها ان نفسها تسافر وتلف العالم. غلبانه يا صاحبي ما تعرفش حوار التاشيرات والطيران والكلام اللي لازم منه. لكن امها بتعترض وبتقول لها ان بره القصر طبعا خطر جدا على حياتها. والامير دانج سين كوين اللي بنعرف ننطق اسمه بالعافيه نعرف يا زميلي ان هو بيفرض ضرائب على مقاطعته، وانهم بيواجهوا خطر المجاعه، وان الافكار دي منتشره معاه بسبب مستشاره اللي كان عايش في روما زمان واسمه سكار. ودانج بيتكلم مع الامبراطوره عن جوازه من بنتها. الامبراطوره تبص له كده بغلاسه بتقول له انسى وخد البنسه. بعدها يا زميلي بنشوف 3 اشخاص لابسين اسود بينزلوا السوق الصيني، وبيروحوا المتجر الغال نفسه حته شوب كده صغنن لذيذ. وعم الواد الاشقر يا زميلي فاكره بيتعرف عليهم، بيطلعوا الامبراطوره والاميره بنتها والحارسه الشخصيه بتاعتها كمان. طبعا بيعملوا شوبنج من الدكانه، وبيتعرضوا لمحاوله اغتيال كبيره من طرف الامير دانج اللي عايز يتجوز الاميره بالعافيه عشان يبقى الامبراطور. لكن عامل الواد الاشقر يا زميلي بيقول لهم انه عامل باب سري عشان بتوع الضرايب يهرب منهم يعني وكده. والامبراطوره بتقول لهم انهم لازم يهربوا، وهي هتقعد عشان تشوف حل الموضوع ده. وعم الواد حماد الاشقر يا زميلي احنا هنسميه حماد، اوكي حماد. عم الواد حماد يا زميلي بيقعد قال ايه عشان يحرس الدكانه ما تتسرقش، والاميره والحارسه والواد حماده هم اللي بيهربوا بس. طبعا الامير دانج بيقبض على الامبراطوره وعم الواد حماده وبيحبسه. وبنرجع تاني يا زميلي لقريه الغال، وبيعملوا اجتماع امني عاجل، وقائدهم لان مراته ضغطت عليه بيوافق ان ستريكس واوبليكس يحموا ويوصلوا الاميره للصين عند قبيلتها علشان تعمل جيش وتحارب. في نفس الوقت ده يا زميلي في روما بينضم لينا يوليوس قيصر وهو ومراته كليوباترا ملكه مصر وهم في القصر، وبنلاقيهم بيتخانقوا مع بعض كده، يمكن بسبب ان قيصر روما نسي يجيب الخضار ولا حاجه. كليوباترا يا زميلي بتغيظه وبتقول له انها بتحب تاباسكوس اليوناني لعيب كمال الاجسام الواد اللي هو البادي بيلدينج ده، وبتقول له كمان انها تهرب معاه. قيصر بيقول لها انا هقتله. كليوباترا بتدافع عنه وبتقول له لا ده مشهور اكتر من قيصر نفسه، ده قيصر روما ما حدش يعرفه غير في روما بس، ويلا في داهيه. وبتطلع تلم هدومها عشان تمشي. بيدخل عليهم مستشار روما الاقرع ومعاه مستشار الصين سكار فاكره، واللي بيقترح عليه انه ياخد ثروات الصين مقابل انه يدعمهم بالجيش العسكري بتاع روما. طبعا قيصر روما بيقول له انا هعمل ليه كده يعني، انا عندي عساكر وعندي فلوس وعندي كل حاجه اضربها ليه يعني. بيقول له لازم يعمل كده عشان يبقى معروف في الصين لان محدش يعرفه حرفيا في الصين. كليوباترا بتقول لهم انه لسه قايله له الكلام ده، وتاخد الواد اللي هنا في حضنها كده وتتمشى. مالك يعني مفيش كلام امال. قيصر روما بيتغاظ كده ويقرر ان هو ايه يضرب الصين دلوقتي حالا ناو. بنرجع يا زميلي لقريه الغال، بنلاقيهم صنعوا عربيه حديد شبه العربيه الملاكي كده، وشيخ القريه بيدي ستريكس ازازه فيها كده المشروب السحري اللي بخلي بالك يا زميلي انا زودت لك الجرعه خليتها لك سوبر لوكس بالراحه. وبتركب الاميره والواد حماده والبت كاراتيه وستريكس جوه العربيه، واوبليكس هو اللي بيجر العربيه بسرعه رهيبه جدا جدا، وبيوصلوا لشمال افريقيا في ثواني. بياخدوا بريك كده في السكه، والواد حماده هو وستريكس بيتخانقوا مع بعض بسبب الاميره لانه بيتفرجوا عليها وهي بتغسل الهدوم. عيب يا ولاد. وبنرجع للسجن بتاع الامبراطوره وعم الواد حماده، والامير دانج بيجيب لهم عداد كده خرز يا زميلي، ويقول لهم كل يوم هيعد خرزيه لغايه لما يخلص الخرز كله. اول ما الخرز يخلص هيطلعوا لهم رسم على طول يعني ما فيش كلام. وبيبقوا محبوسين جوه سجن عالي جدا على حافه الجبل. نرجع يا زميلي لفريق الاميره اللي وصلوا مصر في فندق على السويس. ما تسالنيش فينا على السويس، هو في السويس بس. طبعا عايزين سفينه كبيره توصلهم من السويس للصين، وبيختاروا سفينه وخامن بقى اسم السفينه تايتانيك. بالصدفه البحت يا زميلي وبيدخلوا 3 عيال سيس كده نفس المكان اللي هم فيه علشان يسرقوا الفندق، اللي اتاري الفندق اساسا فيهم واحده تبقى اولاد عمتهم بنت عمتهم حاجه زي كده. وستريكس بيقول لهم اطلعوا بره بدل ما اعمل معاكم الجلاش، وبياخد جرعه سحريه وبيبقى قوي جدا جدا جدا، بيضرب واحد في وشه بالبوكس بيطيره لفوق كده هيطير على طول. اوبليكس
اوبلكس بيدي التاني بنيه في وشه كده بصبعه، فبيطير برضه بصبعه يا مؤمن. وبياخدوا سفينه تايتانيك يا زميلي وبيسافروا، بيقابلوا قراصنه الكاريبي في البحر اللي كانوا زعلانين جدا جدا انهم قابلوا الغال في وشهم، عارفين الناس دي هتعلم عليهم. اتاري ايه بقى، الرجاله دي ضربوهم قبل كده، لكن البت الكاراتيه بتقول لهم لا خلوا الطلعه دي عليا انا، اتفرج بقى على فن الكاراتيه الصيني مش شو بقول اللي انتوا بتعملوه. ونلاقيها طارت لفوق كده ونزلت عليهم هوب دوبلكس واحد بنيه في وشه بتضربهم كلهم وتعلم عليهم. بس كده لا يا زميلي، لا دي بتطير لفوق وتنزل تخرجهم من السفينه وتغرق السفينه امال. وبنلاحظ يا صاحبي ان اوبلكس بيعجب جدا بالبت كاراتيه. وبنرجع لقيصر يا زميلي اللي بيحارب الصين ومعاه سلاح السر بتاعه ومسميه عليه انتي فيروس. اتاري ايه بقى يا زميلي، جايب معاه ابراهيموفيتش عم الكوكب وبيضربهم مقاطعه وبيغلبهم، ما عدا مقاطعه واحده بس اخيره بتاعت الامير كوكو. والاميره بتوصل هي والفريق الصيني معاهم الصين، وبيلاحظوا ان الاميره مطلوبه حيا او ميته مقابل فلوس كتير جدا، عاملين اعلان بكده يا صاحبي. وفي حد صديقهم كانوا هم مستنيينه هيقابلهم في الفندق بتاعهم، بعدها بينزلوا السوق عشان يقابلوه، وبيقابلوا فريق روماني ومعاه جماعه صينيين. بيعلنوا الناس بقى ان الامير دانج ويوليوس قيصر هيطلعوا راس الامبراطوره في الشارع بعد 7 ايام من النهارده. طبعا الاميره بتسخن كده ودمها بيغلي وبتقول لهم انا الاميره بنت الامبراطور يا اولاد، اديني 60 في 70. يا سلام. فاستريكس بياخد جرعه سحريه كده صاحبه هو اوبلكس، وبيضربوا معظم العساكر، والبت الكاراتيه هي والاميره بيضربوا معاهم برضه، وبيفسحوا العساكر فوق سطح الواد حماده. ونرجع لفريق الاميره وبنلاقيهم مستنيين صديقهم ليه اللي بيوصل لهم وبيكون اعمى خالص، لكن بيشرح لهم انهم لازم يساعدوا اخر مقاطعه متبقيه في الصين، وده هيتم عن طريق تحرير الامبراطوره اللي معاها جيش كبير جدا مستنيه في مقاطعتها. يعني انا مش فاهم، هو الجيش ده مش هيتحرك غير بالامبراطوره؟ ما يروح يضربهم ويحرر الامبراطوره ايه يا عم؟ في مع المخرج عايز كده صح. وبيقول لهم ان الامبراطوره موجوده في سجن عالي فوق جبل، هو بيختفي وفجاه بيظهروا الحراس الرومان وبيدوروا على الاميره وبتهرب منهم، واوبلكس بياخد الفريق كله على نفس العربيه الكارو اللي جت من شويه وبيوصل لهم لغايه السجن في ثواني. والبت كاراتيه هوب دبل كيك بتطلع للجبل ومعاها حبل في ايدها كده، اول ما بتطلع فوق يا زميلي بتوصل لغايه الحديد بتاع الزنزانه وتوصل الخطاف كده في الشباك وترمي الواد اوبلكس تحت، اللي بيشد الحبل وبيخلع الباب من الحيطه يا زميلي. عم الواد حماده بيقول لهم انه يقعد يتفاوض مع العساكر، والامبراطوره بترمي نفسها وبتطير في الهواء لتحت وبيشيلها الواد اوبلكس، والبت كاراتيه بتطير لتحت برضه، والامبراطوره بتشكرهم جدا انهم بيساعدوهم، وبتقول لهم ان لازم يروحوا لاخر مقاطعه متبقيه وهي مقاطعه الامير كوك، ولازم يساعدوهم في الحرب ضد الامير دونج والرومان، وان الامبراطوره والبت كاراتيه يا زميلي هيوصلوا لغايه المقاطعه بتاعتهم عشان يجيبوا جيش كبير جدا يساعدهم. وكاراتيه بتودع اوبلكس بطريقه خاصه بتاعتها، بيضربوا ببعض كده على السريع وبيتفرقوا، واوبلكس بياخدهم بالعربيه بتاعته الكارو لغايه مقاطعه الامير كوكو في ثواني برضه، ما وروش غير الحوار ده الواد اوبلكس. وطبعا هم مش عارفين شكل الاميره فمش بيتعرفوا عليها، لكن الاميره بتحاول تقنعهم انها الاميره لكن بتفشل برضه، فبتطلع الجنيه الدهب اللي خدته من الامبراطوره قبل كده اللي عليه صورتها، بيقتنعوا في ثواني امال، وبيطلع لها الامير كوكو بقى يا زميلي، والاميره بتعجب جدا بالواد كوكو من اول نظر. والامير دانج يا زميلي الخاين هو ويوليوس قيصر بيوصلوا لبوابه المقاطعه بتاعه كوكو، لكن الاميره هي والفريق وجيش كوكو بيقفوا لهم. قيصر روما بقى بيقول لهم انتوا 10000 اخركم، يعني احنا بقى جيش روما 80000، يعني هتتمسحوا باستيكه، وخش بقى يا سلاح سري. وعم الدنيا ابراهيموفيتش بيجري عليهم، لكن هو بيجري بيجيله شد عضلي كالعاده وبينزل مكانه البديل الحربي بتاعه. لكن قبل ما الحرب تبتدي يا زميلي ستريكس بيدي الفريق والامير كوكو جرعه سحريه من اللي معاه، فبيقوا قويه جدا 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 وبيحاربوا جيش روما والامير دانج وبيدغدغوهم. لكن مفعول الجرعات السحريه يا زميلي بيبدا يختفي مع الوقت، وازازه الجرعات السحريه اللي معاه بتتضرب بسهم وتتكب على الارض، وبيحاصرهم كلهم بالجيش وبيستسلموا. لكن في اللحظه دي بتوصل الامبراطوره وبتهدد قيصر روما وبتقول له انك لو ما خلعتش من الصين دلوقتي حالا ناو انا هديك القضيه في الحته الفاضيه. فيقول لها ولا يهمنا عادي، احنا 10000 انتوا كام يعني؟ بتقول له احنا فضلة خيرك يا دوبك 1,000,000 عسكري بس. وقيصر روما بياخد بعضه من المكان ويخلع، وبكده الاميره هي والامبراطوره يا زميلي تبقى كسبت الحرب. وبنرجع يا صاحبي لقريه الغال ونلاقي رئيس الغال هو والامبراطوره عاملين احتفال كبير جدا بمناسبه النصر ده، لكن الاميره يا خساره هتتجوز الواد كوكو، والواد ستريكس بيوعظ له شويه كده، زعله شويه اللي هو عادي يعني، وكله شويه لحمه كده وبزي الفل. واوبلكس بيرقص مع البت كاراتيه، والفرقه كلها بترقص مع بعضها يا زميلي ويحتفلوا الليل كله. وبكده يا زميلي بنوصل لنهايه فيلمنا النهارده، وما تنساش اللايك والشير وتسمعنا رايك في الكومنتس. سلام.